السعودية بفوزها على الاتحاد ب3-1 ليبلغ نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية. تقدم فريق العاصمة في الشوط الأول بهدفي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش والدولي السعودي سالم الدوسري من علامة الجزاء، وقلص رومارينيو الفارق للاتحاد مع انطلاق الشوط الثاني، ثم دون البرازيلي مالكم الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 70، فيما أهدر النجم الفرنسي كريم بنزيما ركلة جزاء للاتحاد في الدقيقة 79 ليتأهل الهلال لملاقاة الفائز من مواجهة الشباب السعودي والوحدة الإماراتي في دور الأربعة. وكان الشرطة العراقي قد حجز أولى بطاقة نصف النهائي بفوزه على السد القطري ب4 أهداف لهدفين. أكرم عفيف افتتح التسجيل للسد عبر ركلة جزاء قبل أن يعدل أمير صباح النتيجة للشرطة العراقي، وأضاف آسو رستم الهدف الثاني للفريق العراقي من ركلة جزاء، وسجل أحمد فرحان الهدف الثالث للشرطة، ثم عزز آسو رستم النتيجة بالهدف الرابع موقعا على الثنائية الشخصية، فيما أحرز أكرم عفيف الهدف الثاني للسد ليضمن الفريق العراقي أولى بطاقات المربع الذهبي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.